السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتن الملالية. اليوم غنوجدو معكم هاد المعسلة الرمضانية باش توجدوها في رمضان ان شاء الله. نبداو على بركة الله. بسم الله. كنحتاجو هنا بالنسبة للمقادير ديال هاد الحلوى ديال السبولة كيلو ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا، كنوضعوه في القصرية او في سطح العمل، وكنبداو نضيفو جميع المقادير اللي غنحتاجو. غادي نحتاجو اول حاجه نص زلافه ديال الزنجلان اللي تيكون مطحون مزيان على هذا الشكل. كذلك غادي نحتاجو معلقه ديال القرفه تكون كبيره شويه، وغنحتاجو معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، بجوج بهم كنطحنوهم ونغربلوهم وكنضيفهم كذلك في هذه المكونات. كذلك غادي نحتاجو كاس ونصف ديال الحليب، وغنحتاجو ربع كاس ديال ماء الزهر او كنظن ثلث كاس. هنا غادي نحتاجو ربعه الزبده اللي ديجا سخنتها قبل، وغنبداو نضيفو ليها الحليب من طبيعه الحال تيكون بارد. غادي نضيفو لداك الزبده اللي ذوبنا من قبل وماء الزهر. هو باش غادي نعجنو العجينه غنحصلوا على هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا، وغنبداو نعجنوا العجينه بشويه بشويه. اول حاجه كيف ما كتشوفوا غادي نديروا النواشف هما الاولين. هنا كنوضع النافع وحبه حلاوه، وكنزيد كذلك القرفه لانهم كيعطيو نسمه زوينه للحلوى، والزنجلان. غنبدا نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم بزوج بهم، وغادي نزيد كذلك خماره على وزن 8 غرام، ونزيدو كذلك قبصه ديال الملح، ما كتروش غير شويه. كنخلطوا بيدينا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، ما كيبقاش لينا داك الزنجلان هكاك مكور، ضروري خاصنا نخلطهم بيدينا ونبداو نعجنو في العجين بهذاك الخليط اللي درنا ديال الزبده والحليب وماء الزهر. غادي نبدا نخلط هاد المكونات مزيان ونعجنوهم. ضروري ما نديرو هاد العمليه هادي كيف ما كتشوفوا، لان الزبده كتكون سخونه. ضروري كنبدا نخلط شويه بشويه. وهنا من بعد ما عجننا العجينه كيف ما كتشوفوا كتجي قاصحه، ضروري خاصها تكون قاصحه باش تنجح معكم هاد الحلوى. وكتجي هشيشه اللي درتوها قاصحه، من بعد كتجي هشيشه في الطياب ديالها. ضروري كندلكوها مزيان باش هذوك المكونات يتجانسوا مع بعضياتهم. كنحصلوا على عجين بحال هذا الشكل، كنغطيوه بالبلاستيك الغذائي وكنخليوها ترتاح واحد شويه، ومن بعد كنجيو كنبداو نقطعوها بالموس عادي. كنبداو نقطعوا العجين ديالنا على 5 ولا على 6، وكنديرهم كذلك في البلاستيك الغذائي باش ما تقروشوش لينا ويقصح لينا العجينه. ومن بعد كنبداو نهزو وحده بوحده، وحنا كندلكو بالمدلك. اللي عندها الماكينه ديال بوشنيقه اولا الماكينه اللي كنديروا بها فيها المدلك كتعاون. اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليها ودير بالمدلك عادي. كيف ما كتشوفوا ضروري كنقادوا الجوانب ديال العجينه وكنطرفوهم
ومن بعد كنبداو نهزو وحده بوحده كيف ما قلت لكم. وكنبداو ندلكو، وفي نفس الوقت كنرشو الدقيق، ضروري من الدقيق باش ما تلصقش لينا العجين فوق سطح العمل. كنرشو الدقيق على العجين من الجوانب بجوج، وكنبداو ندلكو بالمدلك على هذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد العجينه كتكون رقيقه شويه. ضروري كنسرحوها مزيان حتى كتجي كلها متساويه. كيف ما كتشوفوا غادي نعاودها انا في الماكينه، وعاد كنبدا نشكلها بالجراره. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما دلكنا العجين ديالنا مزيان كيكون رقيق على هذا الشكل، كنبداو نشكلو بالجراره. كنبداو نقطعوهم 5 ديال التقطيعات في الوسط، كيجيونا 6 ديال الاشرطه بحال الشكل ديال الشباكيه. هذه كتجي سهله كيف ما كتشوفوا. كنتنيها على جوج وكنعاود نتنيها تاني من الجهه الاخرى، وكنفتح من الوسط وكندور كنقلبها، كتجي على شكل قريوش او سبوله كيف ما كتشوفوا. وكنبدا نبرك عليها مزيان من الجنب، وكنقطع بالقطاعه باش ما تحلش لينا في الطياب. كتجي على هذا الشكل، وكنبداو نشكلوها كامله هكا حتى كنكملوا العجين ديالنا كله. وكنبداو نطيبوا من الاولى اللي صايبنا. غادي نرجع نصايب معكم تاني واحده اخرى، كنتنيها على هذا الشكل وكنعاودها تاني، ومن بعد كنفتحها من الوسط وكنقلبها. ضروري من هذه العمليه الا بغيتوها تجيكم بحال هكا. ضروري دوك الجوانب من الجناب ضروري كنزولوهم بالجراره ولا الموس. والجراره كتجي زوينه كتعطي واحد المنظر، كتجي احسن من الموس. نعاود عاوتاني معكم. المربع كنقطعو من الوسط على 5 المرات كيعطيونا 6 ديال الاشرطه، وكيجيو بحال كل 3 الاشرطه كيجي كتجي متساويه. كنقلبها كنفتحها من الوسط وكنقلبهم، كنقلبها في بعضياتها، وهكا كتجيني على شكل سبوله. كتجي سهله ما فيهاش تمر بزاف، حتى في المذاق تجي زوينه لان فيها دوك المنسمات ديال كيف ما شفتوا معي في الفيديو، حبه حلاوه والنافع والقرفه ماء الزهر الزبده، يعني كل شيء هادشي زوين. وهنا كنبداو من بعد ما سخنا زيت المائده كنديروها تسخن، كنبداو نطيبو وحده بوحده. كنبداو نلوحو في المقله ديالنا بحال هكا وحده بوحده. ما يمكنش غنلوح كلشي في خطره لان الزيت غادي كتسخن، وحده بوحده حتى كتعمر ليا المقله كامله. وهنا عندي في الجنب ديالي دايره العسل اللي كيكونوا صايبناه بيدينا، اولا تقدري تشريه جاهز. كنبقاو نطيبوا في هاد الحلوه ديالنا. حنا كنقلبوا فيها بشويه بشويه حتى كطيب على جوج جوايع كتحمر. وملي كطيب وكتحمر كتاخذ واحد اللون ذهبي شويه، وكنبداو نطفيو في العسل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه هشيشه، كتذوب في الفم صراحه. كتجي ساهله ما كتاخذش لنا وقت بزاف بالنسبه للناس اللي ما قدروش يديروا الشباكيه او ما تعرفوش
الشباكيه. هذه راه في نفس المذاق ديال الشباكيه، وفي نفس الوقت زوينه، كتجي سهله. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش ديروا متابعه للفيديو، وبالصحه والراحه، وشكرا.